الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضراتكم في لقاء متجدد من برامجنا في قناة فليفرحوا الإسلامية. رمضان قرب يودعنا، ويمكن ناس كتير مننا حاسة إن الشهر جري بسرعة، وحزينة وزعلانة ومتفاجئة في نفس الوقت. بس لسه في فرصة، أيوة لسه في فرصة، ولسه في أيام عظيمة جدا جدا ربنا سبحانه وتعالى ميزها ورفع قدرها، وهي العشر الأواخر من رمضان. هذه الأيام الرسول صلى الله عليه وسلم لما كان بيدخلها كان بيتغير حاله تماما، ما كانش بيتعامل معها أنها أيام عادية. حديث السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله. طيب، العشر الأواخر من رمضان مش مجرد أيام في رمضان أيام عادية، لا، ليهم قدر معين وليهم ميزة معينة. دي أيام فيها أعظم ليالي الدنيا، مش أعظم ليلة فقط في رمضان، لا، دي ليلة أعظم ليلة في الدنيا كلها. ليلة قال عنها رب العالمين خير من 1000 شهر. ليلة واحدة ممكن تغير حياتك كلها، ممكن تمسح ذنوبك وتقرب قلبك من رب العالمين. ومش هتغير حياتك بس، ممكن كمان تغير بعد مماتك، بعد ما تقابل رب العالمين بدعوة منك في هذه الليلة المباركة إن ربنا يجعلك من العتقاء ومن أهل الفردوس الأعلى، فتكون منهم بإذن الله تعالى بفضل دعوة في هذه الليلة الفاضلة. في حلقتنا النهاردة هنتكلم عن العشر الأواخر من شهر رمضان الكريم. ليه ربنا اختار هذه الأيام بالأخص؟ وإيه الهدف الحقيقي اللي لازم نعيشه في هذه الليالي؟ وإزاي نلحق ليلة القدر؟ والناس اللي بتقعد تتكلم إن هم أنا في الليالي الفردية هقيم الليل، في الليالي الزوجية لا، أنا يعني ممكن يكون أدائي أقل شوية. إحنا إزاي نعيش العشرة كلهم بنفس الروحانيات ونفس الإيمانيات؟ وسؤال كتير من الناس بتطرحه، هو يعني ايه اصلا معنى كلمة ليلة القدر؟ كل التفاصيل دي بإذن الله تعالى هنعرفها مع ضيفنا اللي مشرفنا فضيلة الشيخ أيمن خميس، الداعية الإسلامي ورئيس جمعية أمة. السلام عليكم فضيلة الشيخ، وأهلا ومرحبا، كل عام وأنتم بخير. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أختي ندى والسادة المشاهدين جميعا، وكل عام وأنتم بألف ألف خير. اللهم امين، ربنا يبارك في حضرتك وحضرتك بالصحه والسلامه يا رب العالمين. خلاص، يعني كنا لسه بنتكلم عن رمضان، نعم. وانتبهوا يا جماعه رمضان بيجري وفعلا جري. نعم. ووصلنا للعشر الاواخر من رمضان. طيب، احنا كل اللي بيشوفنا اكيد عارف ان هم ليهم فضل عظيم، وان احنا المفروض يعني يكون ادائنا فيهم مختلف خالص عن ادائنا في رمضان من الاول وعن طول السنه. طيب، ليه فضلت العشر الاواخر من رمضان عن شهر رمضان نفسه؟ ولسه هنتكلم بقى عن تفضيل ليله واحده فيه. يعني بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. اللهم إني أبرأ إليك من حولي وقوتي إلى حولك وقوتك. بداية يعني كل عام وأنتم بخير. عليه الصلاة والسلام. وعدى ليالي وأيام من شهر رمضان، عدى أيام كتير وليالي كتيرة، متبقي التلت تقريبا. احنا داخلين في العشر الأواخر من رمضان. نسأل الله أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته في هذه الأيام اللهم العشر. امين، اللهم امين. طبعا العشر من أواخر من رمضان وأفضليتها، طبعا رمضان كله أيام وساعات فاضلة، مم. ولكن ربنا خص العشر الأواخر من رمضان بخاصية إن مضاعفات الأعمال بتبقى فيها ليلة خير من 1000 شهر، ليست تساوي 1000 شهر، 1000 شهر ده خير افضل. من 1000 شهر. مم. فلذلك العشر الأواخر اجتهد فيها النبي صلى الله عليه وسلم، وشمر عن ساعد الجد، وعلم الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان يوم الدين كيف يجتهدوا في العشر الأواخر من رمضان. عايز أقول لك يا أستاذ ندى، ناس كتيرة جدا جدا زعلانة وندمانة مم. على ما قصرت في الأيام اللي فاتت. مع اننا كل سنة بنقعد نتكلم في نفس الكلام و... ونقول هيجري مننا، هنتفاجئ، وناس وفي نفس كتيرة نقع في نفس الخطأ. نفس الخطأ. ولكن لا يجب أن نقع في هذا العام مم. في الخطأ المتكرر إن يضيع مننا 10 أواخر من رمضان. مم. لذلك عايز أقول لحضرتك قصة جميلة في البداية. اتفضل. كان أحد الصحابة
اسمه أبا خيثمة. أبو خيثمة كان صحابي من الأنصار، وساعة غزوة تبوك تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت معين، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم، اول حاجه هجهز الخيل بتاعتي دلوقتي، لا هجهز الركوبه بتاعتي. طلع في الصيف عز ما كل الثمار خرجت، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وسار مسافه طويله طويله. وطبعا الصحابه بيسالوا عن ابو خيثمه، انت في هو فين يا رسول الله؟ قال ان يكن به خيرا، بيقول النبي صلى الله عليه وسلم، ياتي الله به. قعد فجاه ابو خيثمه طبعا في ظل ظليل في الخيمه، زوجتان حسناوتان، وايه قدامه كل انواع التمور والاعناب وكل شيء، وظل ظليل وماء بارد. فبص لنفسه وبص لزوجته، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحر والطل، وانا بين زوجتين حسناوتين في ظل ظليل وماء بارد، والله ان هذا ليس بالنصف. وامر جاب حصانه وجاب زاده بسرعه وجري خلف الرسول صلى الله عليه وسلم وبين الجيش مسافه، لغايه لما الصحابه شايفين راجل فارس جاي غبار وبيجري، قالوا من هذا يا رسول الله؟ فقال كن ابا خيثمه، لحب النبي صلى الله عليه وسلم، فكان ابو خيثمه. لذلك نقول يا من فاته ايام رمضان ولياليه الماضيه، كن ابا خيثمه، ادرك ما فاتك وحصل الذي ياتي، ستدرك ما فاتك بالاجر وتحصل ما بقي بعظيم الاجر. عشان كل بدايه نقول ايه؟ نقول ما تحزنش على اللي فات، خليك في اللي جاي، واللي جاي يكون احسن وادائك فيها متميز عن كل اللي فات باذن الله. احنا هنتكلم عن ادائنا يكون ازاي في نعم. هذه الايام المباركه، ولكن فضيله الشيخ عايزين نعرف الهدف الاعظم في الشهر الاعظم اللي احنا يعني ننتظره من العام الى العام، طبعا في الليله العظيمه في ليله القدر في رمضان. ايه الهدف الاعظم من ده كله؟ هو لما تيجي تقرأي في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم تجد 3 أحاديث ثابتة في رمضان: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، غفر له ما تقدم من ذنبه. من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فالهدف الأعظم من كل ما مر بنا في رمضان وما سيأتي هو أن يغفر الله لنا ذنوبنا ما تقدم منها، ونسأل الله أن يتأخر وما تأخر. يبقى الهدف الأعظم هو غفران الذنب. أما الصيام نفسه لعلكم تتقون، فالتقوى هو المراد، لكن الثواب والثمرة اللي عايزين ناخدها غفران الذنوب في هذا الشهر العظيم. لأن تجدي أن أعمال عظيمة جليلة ومشقة وتعب وإجهاد عشان نصل، غفر له ما تقدم من ذنبه. غفر له. لذلك نقول الهدف الأعظم في هذه الأيام هي الغفران طبعا. وغفران الذنب من عظيم الأجور أن كمان العفو، واغفر لنا ذنوبنا واعف عنا إنك أنت الرؤوف الرحيم. لذلك نقول أن عندما أرادت السيدة عائشة أن تأخذ ثمرة أخرى غير الغفران، قال النبي صلى الله عليه وسلم قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. لذلك نقول هي الثمرة العظمى في هذا الشهر غفران الذنوب. تمام. طيب فضيلة الشيخ، بعض الناس بتسأل هو يعني إيه ليلة القدر؟ احنا بنتكلم كتير عن ليلة القدر وفضلها وقد ايه احنا لو ادركناها هنكون يعني في نعيم بمعنى كلمة النعيم في الدنيا والآخرة بإذن الله تعالى. ولكن احنا عايزين شرح يعني ايه كلمة أو جملة ليلة القدر. هو طبعا العلماء اختلفوا في هذه الكلمة على 3 أقوال. القول الأول أن ليلة القدر من عظيم قدرها عند الله عز وجل، أن الله عز وجل كاللؤلؤة قدرها عن كل ليالي السنة. كل ليالي السنة طبعا جد يوم عرفة نتكلم عن الليالي، فالليالي أعظم ليلة في الكون في طوال السنة هي ليلة القدر. فعشان كده سميت بإيه؟ بليلة القدر، أنها ذو قدر عند الله عز وجل. ده الرأي الأول. الرأي الثاني أن الله عز وجل ينزل الملائكة وجبريل عليه السلام والملائكة في هذه الليلة
فتضيق بهم الأرض. ومن قدر عليه رزقه، يعني ضيق عليه رزقه، فتضيق الأرض بما رحبت من كثرة الملائكة وجبريل عليه السلام. عشان كده سميت إيه؟ تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. فهي ضاقت بهم الإيه؟ ضاقت بهم الأرض، فبقت إيه؟ سميت ليلة القدر لهذا الأمر. القول الثالث أن ليلة القدر سميت بذلك الأمر أنها ذو شأن، وأن الله عز وجل يقدر فيها مقادير العباد للعام كله القادم. فيها إنا أنزلناه في ليلة مباركة إن كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم. فمن أراد دعوة لم تستجب أو تستجب في العام الذي أو الليالي التي بعدها، عليه بالدعوة في ليلة القدر. فيها يفرق كل أمر حكيم. اللي عنده ولد ضال أو بنت ضالة أو كده يدعو في هذه الليلة. من عنده ضيق رزق، من عنده ضياع في أوقاته، ضياع في من زوجه، تعثر في الحياة، عليه أن ندعي في هذه الليلة، لأن الليلة هذه يفرق فيها، ربنا يقدر مقادير العباد كلها من هذه الليلة إلى أن يأتي العام القادم. لذلك نقول إنها سميت الثلاث آراء في التفسير معنى ليلة القدر كلها معاني لو اجتمعت هتلاقيها معنى عظيم في كل معانيها. بالتأكيد. طيب فضيلة الشيخ، قبل ما نتكلم عن ليلة القدر والمفروض يكون ليها يعني جدول عبادات مختلف، أيوة. احنا في العشرة الأواخر في ناس يعني تقاعست، سواء أيا كان ظروفها بقصد أو بدون قصد، الأيام جريت فيها، خلاص احنا مش هنقعد يعني نبكي على اللبن المسكوب، احنا خلينا نستغل الوقت اللي احنا فيه. نعمل ايه علشان نستغل العشرة الأواخر من رمضان ونلحق اللي فاتنا من تقصير؟ طبعا الموضوع ده في غاية الأهمية وكله بينشغل، وممكن الناس تحط لك جداول العشر الأواخر من رمضان. طبعا كل واحد أصلا مفترض يحط جدوله بنفسه، لأنه كل واحد عارف قدر نفسه إيه. بالظبط. مش هنحط جدول مثلا زي جدول مذاكرة وإيه امشي الناس تمشي عليه وإن كل هتحصل كذا. الطلاب هيمشوا عليه، كل مش واحد مختلف صعب في جدا. قدرات. بالظبط كده. عشان كده نتكلم إيه الأولويات اللي كان بيفعلها النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة في هذه الأوقات. أولا قيام الليل، دي رقم واحد، قيام الليل، الاجتهاد في قيام الليل. طب انا باجي من شغل تعبان مريض، قم باقل شيء العشر ايات حتى لا تكتب من الغافلين. وقيام الليل من بعد صلاه العشاء الى قبيل الفجر. نم نومه الطائر كان يفعل الصحابه، كانوا ينامون نومه الطائر. ينام يفوق كده ويفوق مره واحده، يصلي ركعتين وينام ويصلي كغفوة الطائر. طبعا هذا من الجهاد في سبيل الله. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. يبقى قيام الليل أول حاجة. الأمر الثاني قراءة القرآن. قراءة القرآن أمر عظيم. الحرف ب10 حسنات فيما دون رمضان، فما بالك في رمضان أضعاف لا يستطيع أحد أن يحصرها أو يحدها مع الله عز وجل. الأمر الثالث أنك صلة الرحم. حاول تصل رحمك في هذا الشهر برسائل، حتى رسائل واتس، لو بينك وبين اي حد قطيع حتى يقبل الله عز وجل منك رمضان. ابعت رسائل. مش قادر تتكلمه، مكسوف تكلمه، نفسك عظمت عليك انك تكلمه، هو الغلطان فيك، ابعت رسائل. مش قادر تتكلم، ابعت رسائل. الامر الثالث ابعد التليفون والمنغصات والشواغل عنك. لازم يبقى عندك وقت كده بتبعد عن التليفون، تقفل النت وتقفل، مش اتصال، تقفل النت وتخليه بعيد عنك، يعني ايه الحاجات الضروريه بس تستخدمها. لكن خليك منشغل في ايه؟ في الحاجات الاولويات. اما بالنسبه طبعا للنساء طبعا نقول لهم ابعدوا عن العمل البسكوت وايه والغريبه وبتاع والكحك واللف على الهدوم العيد والتنظيف. كل ده ليس له شأن في رمضان، يعني حتى لابد ان يكون الرجل هو الذي يحض على ذلك يعني. كل شواغل رمضان ابتعد عنها. الأذكار، الاستغفار، التوبة، الدعاء، مش الصدقات مهم جدا. الصدقات لو طلعت في كل يوم صدقة، ده ربنا سبحانه وتعالى عندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم أن الصدقة تطفئ غضب الرب. الصدقة تطفئ غضب الرب وما نقص ماله من صدقة. لذلك عليه من الصدقات، يكثر من الصدقات، الاستغفار، الدعاء. أنا مش قادر أقوم وتعبت من قراءة القرآن، مش قادر أقرأ القرآن تاني ومش قادر أقول أذكار، ارفع ايديك ادعي دعوة واحدة، حتى دعوة واحدة ومن القلب. أهم حاجة إن كنت تحط لنفسك منهاج، برنامج
خاص بيك انت، مم. محدش يحطه لك. ويكون كمان طبقا لقدراتك اللي انت قدراتك عارفها وظروفك، علشان ما تطلعش يعني بالجدول فوق قوي وتلاقي نفسك ما قدرتش تعمل فتصاب بالاحباط، فترجع تقول خلاص بقى يعني باظت بقى كلها باظت خالص وانا مش هكمل. هي دي المشكله بقى. والمشكله الثانيه بقى ان احنا بايه معنى الاجتهاد. النبي صلى الله عليه وسلم بيجتهد في العشر الاواخر من رمضان ليه؟ يعني بيقول اللي هم شمروا سريعا ودخلوا في رمضان بقوه، هيجي في الاخر خلاص هيتعبوا زي اللي دخل سبق بسرعه قويه جدا جدا جدا، مش جه هيكمل. في النص ما قدرش يكمل. مش هيكمل العشر. عشان كده ايه الاقتصاد كان في البدايه في رمضان عايز اقتصاد في الطاعه، لكن جينا العشر الاواخر بقى كده ايه مفيش حاجه بقى اقتصاد في الطاعه. شمر، ادخل بقى السبع الاخير. الجاريه الاخيره دي هي اللي هتجيب لك الايه الفوز والايه والنهايه على الاخرين. علينا ان نجتهد في هذا القدر بقدر ما يستطيع الانسان، وبقدر جدوله وبقدر وقته، وكل واحد يحدد لنفسه جدوله. تمام جدا. طيب فضيلة الشيخ، في بعض الناس بتقول احنا بنرتب نفسنا الليالي الزوجية هي دي اللي بنعمل فيها عزومات وبننظف البيت وبنعمل كحك وبسكوت وبننزل نلف نعمل بقى شوبينج وهدوم العيد وكل ده. الليالي الفردية احنا بنبقى لا خلاص ما عندناش اي حاجة وايه مركزين لان ممكن تكون فيها ليلة القدر. رأي حضرتك ايه في الكلام ده؟ طبعا الكلام ده طبعا في مردود عليه من عده اشياء. الشيء الاولاني وما ادراك ان هذه ليله زوجيه او ليله فرديه. ممكن تكون في بلدك ليله فرديه وفي بلد اخرى هي ليله زوجيه، مم. وممكن يكون العكس. احنا دايما بنبقى محتارين فعلا في الموضوع ما ده. انت ما عندك بلاد بتيجي فيها اللي هي ليله زوجيه، وبلاد فيها ليله فرديه. ايهم؟ عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال العشر ما وقال الليله الفرديه من باب الايه؟ من باب عشان ايه؟ الاجتهاد في هذه الليالي. ده الامر الاولاني. ما تضمني ان دي ليله فرديه ولا زوجيه، ما تضمني. لعلها تكون هي ليله ليله القدر، وهي عندك انت ليله زوجيه مم. تضاعت منك، عشان انك ليله زوجيه بقى مش فرديه، وهي ليله القدر تضيعيها ليه؟ فالاجتهاد يكون في العشر الاواخر كلهم زوجيه وفرديه. الامر الثاني والخطير جدا ان نقعد نتربص للهلال للقمر. للشمس بعد اه الشروق. دي كانت امبارح هي ليله القدر، الحمد لله اجتهدت، وتبدا بقى تشيع بقى في الناس. لا، والكلام كله عن كان في نباح للكلاب، كان في ضوء الشمس ليها اشعه، كان مش عارف ايه، والناس تفضل كل يوم تصحى تصور الشمس. صور الشمس وبعد كده يقول لك ده كانت امبارح، ويأكد انها كانت امبارح. طب كانت امبارح يوم 23، يعني باقي الايام دي يترك لان ادركت ليله القدر. ما في ناس فعلا بتتركها. ما ده اللي بيحصل. اه انت بتعمل احباط للناس انها تجتهد في بقيه الايام. يبقى انت كده بدل ما تحض الناس على طاعه الله وتحض الناس على الاجتهاد، ده انت بتحبطهم بتقعدهم، فممكن تاخذ وزر على هذا الامر. عشان كده بيقول ايه؟ خلي اجتهادك لنفسك ولا تشيع خبر ممكن يحبط الاخرين. فاتت مني، انا لله وانا اليه راجعون، خلاص قدر الله ما شاء فعل. انتظر بقى رمضان الجاي اه ويكون ليه 23 رمضان. او يكون مثلا لسه باقي لا، في كذا ليله مثلا، كذا ليله خلاص. كتيره. عايز اقول لك عشان كده نقول ايه؟ نقول لا يا اخوانا، اتقوا الله في اخوانكم وفي اخواتكم. ما حدش يشيع مثل هذه الاخبار، لان هذه الاخبار بتثبط الهمم عن الطاعه. لذلك نقول علينا ان نعين بعضنا البعض على الطاعه ولا نثبط بعضنا عن الطاعه. طيب احنا ازاي ندرك ليله القدر وازاي نفوز فيها بمغفره الله سبحانه وتعالى وعفوه، لان هو ده يعني جل منانا كلنا، ازاي ندركها؟ اولا الليالي بتبدا من صلاه العشاء لغايه قبيل الفجر. مم. انت لازم ترتب احوالك في العشر الاواخر كلهم. احوالك انت خلاص جالك النوم، ظبط منبهك، نام ساعه. لكن لازم تجتهد. مش قادر تقوم، حاسس انك لو نمت مش هتقوم، يبقى صلي اول الليل. مم. صلي اول الليل وايه واستعين بالله. الامر الثاني الاستعانه والدعاء. انت عارفه يا استاذ ندى ان النبي صلى الله عليه وسلم بيذهب الى فراشه، طبعا دي حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويقرا ايه الكرسي ويقول سبحان الله 33 والحمد لله 33 والله اكبر 34، فكانما اعطي خادم. دي نصيحه النبي صلى الله عليه وسلم للسيده فاطمه وسيدنا علي. ايوه لما طلبوا منه خادم. طلبوا منه خادم. فسيدنا علي قال ما تركتها منذ ان قالها لي النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا ولا يوم صفين، معركه من بقى المعركه الكبرى. قال ولا ليله صفين. لانه بمجرد خلينا الناس تجربها، بمجرد ما بتقولها بهذه الصيغه سبحان الله بتجد كأن واحد بيقومك ويقول لك قوم،
وتلاقي نفسك فايق. طيب نقولهم تاني، سبحان الله. سبحان الله 33، مم. الحمد لله 33، الله اكبر 34، يعني 34. كمل كده 100. اه. 34 ونم. بعد ما تقول دعاء النوم وكلام كده تنام، بس خلي دول اخر حاجه تقولهم. هتجد نفسك بتقوم لوحدك، ومش بتقوم بس، بتقوم وفايق، بتقوم وعندك همه كأن معك خادم. مم. لذلك نقول دي ايه؟ بقى الوصفة السحرية للستات اللي دايما تعبانة وعندها جهد كبير في والله البيت وشغل وفطار كل يوم. انت عارف بقى يا عم شيخ احنا بنتعب جدا في في حقيقة رمضان. هي دي، عايز اقول لك الفيتامين اللي يقومك كأنك زي الحصان. مم. هتقوم مجتهدة وعندك طاعة هذا الذكر الذي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم من السيدة فاطمة وسيدنا علي. حتى يوم صفين، ليلة صفين، لم يترك سيدنا علي بن ابي طالب. مم. عشان كده نقول ايه؟ نقول لا، في ادوات تساعد هذا الامر، ان احنا نكثر من الدعاء لله عز وجل بان يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. هو في السجود اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عني. اكثرها من السجود، اكثرها وانت قاعد من غير صلاه، وانت مربع وانت بتقرا قران، كل شويه ارفع يديك وادعو في هذه الليالي. الله عز وجل يرضى منك التذلل والخضوع، لا يريد منك المشقه. هو لا يريد ان يعذبك، هو يريد ان يرى منك الضعف والخضوع والتذلل والخشوع والخضوع الى الله عز وجل. يرضى الله عنك ويوفقك لطاعته. عندما تسمع الاذان ويقول حي على الصلاه، حي على الفلاح، في كل حي على الصلاه تقول ايه؟ لا حول ولا قوه الا بالله. لاننا مش هتقدر تتحرك الورقه اللي قدامك دي الا بحول الله وقوته. بالظبط. مش هتقدر تقوم من الصلاه الا بحول الله وقوته. فاذا كنت مش هتقدر تعملي اي طاعه الا بحول الله وقوته، فعليك ان تستعيني بالله عز وجل، فهو الذي يقويك وهو الذي يعينك وهو الذي يوفقك. لذلك نقول يا اخوانا، اوعى تظن انك انت قمت هذه الليل اياك اياك اياك، احذر ان تقوم هذه الليله وتجتهد في الطاعه وتكون منشرحا. انا قمت الليله دي، لا، ده محض فضل من الله. قمت بمزاجي او بارادتي او بقدرتي. اوعى اوعى يحبط عملك. تقول بعون الله، بيقول قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. نقول الحمد لله وبفضل الله، الحمد لله ان ربنا اعانني هذه الليله، اعانني، ولولا معونه الله ما تحركت وما قمت وما صليت وما دعوت وما استغفرت وما وفقني الله عز وجل. عشان كده نقول ايه؟ نقول ايها الناس عليكم ان تتذللوا الى الله عز وجل في هذه الليالي. الله عز وجل يعينك ويوفقك ويسددك ويقبل منك. عشان كده نقول هذه الايام، وهذه الايام بالذات وليله القدر، ادعوا الله عز وجل من اول رمضان. طبعا رمضان عدى وانت المفروض تدعي اللهم بلغنا ليله القدر. جاء العشر الاواخر، تكثر بقى اللهم بلغني ليله القدر واعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك فيها يا رب العالمين. يا رب، اللهم امين، اللهم امين يا شيخ. طيب احنا عندنا 3 حالات بنشوفهم كتير في رمضان. الاولى المريض او المريضه اللي الدكتور بيمنعه من الصيام، كم الحزن اللي بيبقى فيه، وفي البعض منهم ما بيرضاش يسمع كلام الدكتور ويصوم فيتعب زياده. التاني اللي بتمنعها العذر الشرعي، سواء الحيض او النفاس، وبالذات في الايام العشر الاواخر فتبدا تحزن جدا وتفضل تعيط، انا ربنا غضبان عليا، انا ربنا ما بيحبنيش عشان حرمني من الايام دي، وتفضل تعيط ولا تاكل ولا تشرب، تفضل صايمه ولا تكسر صيام. الحامل اللي الدكتور قال لها برضو ما ينفعش تصومي خالص عشان في مشاكل ممكن تحصل للجنين او على صحتك، وبالتالي برضو نفس الحزن اللي بيبقى فيها الاثنين التانيين، فتبدا منهم بيستجيب ولكن هم زعلانين جدا، ومنها اللي ممكن تعرض نفسها لخطر. طب اصوم مره، طب افطر مره، طب كده، طب لو تعبت افطر، طب ايوه بالظبط، او لو تعبت. فاحنا عايزين نتكلم عن الحالات دي كلها فضيله الشيخ، وتوجه ليهم رساله من القلب تطمنهم وتحذرهم ان اللي هم بيعملوه ده مش صح وما يرضيش رب العالمين اصلا. فنسمع حضرتك. طبعا في قول شهير طبعا ان الله عز وجل يحب ان تؤتى رخصه، تؤتى عزائمه كما تؤتى عزائمه. يحب ان تؤتى رخصه كما تؤتى عزائمه. ربنا لما يقول لك اعزم على كذا يبقى تعزم على كذا. اداك رخصه، خذ هديه الله عز وجل لك، هديه من الله عز وجل. لذلك نقول لها الاخوات دي كلهم، يعني نقول لهم خلي بالكم، او المريض يعني بالذات. النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوه
فقال إن بالمدينة لأقوام مم. ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا شركوكم في الأجر. مم. فالصحابة استغربوا، قاعدين في المدينة في الظل الظليل ومع الماء والطعام، واحنا في الحر والطل وطالعين وادي وبنلاقي الأعداء ويضربونا ويصيبونا ونصيبهم، مم. والخوف والجزع بيساوونا بنفس الدرجة. النبي قال لهم كده: إن بالمدينة لأقوام ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا شركوكم في الأجر. قال: حبسهم العذر. اه. هو دي مواطن ايه الكلام بقى. مم. حبسهم العذر. طب المرأة اللي جالها العذر الشرعي هتاخدي أجر ما كنت صايمة وقايمة بكل شيء. انت لا يمنعك الأمر من قراءة القرآن ولا من الذكر ولا من الدعاء، يمنعك من حاجتين: الصيام والقيام. مم. دي حاجتين بس اللي يمنعك من العذر الشرعي. أنا كمان كنت سمعت أمر عايزة يعني أتأكد من حضرتك من صحته، إن القيام ليس صلاة فقط. القيام أنت ممكن تقيم الليل بالذكر. أنت نعم. طول الليل بتذكر الله، فمعناها إن أنت كده أخدت أجر قيام الليل. نعم، هو ده المنوط في القيام الليل. يعني هناك كان من الاقوام اللي قبل الاسلام كانوا يقوموا الليل بالدعاء فقط، بالدعاء فقط. لأن الناس كلها فاهمة، أو معظم الناس فاهمة، إن قيام الليل هي صلاة فقط. هو ده الاصل، وده اصل الصلاه. ده الأصل. لكن بالقيام الليل بالدعاء وبالذكر وبالتضرع وبالنظر الى ملكوت الله عز وجل. ربنا بيقول ايه: ويتفكرون في خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك. ده ايه التفكر ده؟ التفكر قايم بتبص على النجوم والكواكب وتقول سبحان الله، سبحان الخالق، سبحان الله، سبحان الله، والحمد لله. ده بيتفكرون في خلق السماوات والارض. مم. ده الفكر ده والذكر ده والدعاء ده، كل ده بيقوم بمقام ايه؟ مقام الليل. مم. انت قايم بالليل مش نايم عشان خاطر تتفكر. فده لكن ليس طبعا كقيام الليل وقوفا وصلاة وكلام زي كده، بالظبط. ولكن اللي عنده عذر يا استاذه ندى بياخد نفس اجر من قام الليل كله ومن صام النهار كله، كاجر الصائم القائم. النبي قال كده. ليه؟ اللي خد اداهم الاجر ده حبسهم العذر، سواء كان مريض، سواء كان عندها عذر، سواء كانت حامل، منعها منع تام بالايه من الصيام. طب اللي ما بيسمعوش الكلام يا دكتور، يا لا فضيلة الشيخ. لا، بياخدوا وزر، ما بياخدوش اجر. مم. وزر، لان بتعرض نفسك للهلكه. والاصل في الامر ايه؟ لا ضرر ولا ضرار. مم. لا تضر غيرك ولا تضر نفسك. فالحفاظ على النفس في هذه المساله هي ضروره شرعيه ربنا عذرك فيها. عشان كده ربنا قعد ادى اعذار. طب ما انا دلوقتي محرومه من دعوه الصائم حين يفطر. لا. انا اعمل ايه؟ ما انا كده دعائي مش بيستجاب. هيستجاب ازاي؟ كانك صائمه. ما انت العذر ده عباره عن ايه؟ ربنا اداك مثلا قال لك ايه؟ قال لك لا اقعدي بس على جنب كده وادعي. طب ما صومش؟ لا ما صوميش. ربنا قال ما تصوميش، ربنا قال ما تقوميش، ربنا قال ما تصليش. مين اللي امرك؟ الله سبحانه وتعالى. وانت استجبت الامر مين؟ لامر الله. يبقى هتاخد الاجر كاملا كانك كنت صايمه وقايمه، كانك في الايام العاديه. الانسان لو انت في ايامك العاديه ما فيش حمل وما فيش عذر، بتعملي ايه؟ بتجتهدي بالطاعه. معروف بتجتهدي بالطاعه؟ لا، معروف كنت بتصلي قد ايه في العام الماضي او في الاوقات اللي ما فيهاش زي عذر. كنت بصلي مثلا بثلاث اجزاء، متعود على ثلاث اجزاء، او متعود على جزء، متعود على جزئين، بنفس القدر اللي انت كنت بتصلي بيهم في غير العذر، بتاخدي اجر كانك صليتي ونفس وردك اللي بتصلي فيه على طول. تمام. نفس الاجر بالظبط. عشان كده بنتكلم في جزئيه ايه؟ لا، عندما ياتينا الله عز وجل بهديه، ان الله يحب ان تؤتى رخصه كما تؤتى عزائمه. الامر الثاني حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ان بالمدينه لاقوام ما سرتم مسيره ولا قطعتم واديا الا شركوكم في الاجر حبسهم العذر. تمام. طيب اخيرا فضيله الشيخ، احنا في هذه الايام الفاضله والليالي العظيمه، طبعا احنا اخواننا المسلمين مضطهدين ومستضعفين في بلدان كتير جدا جدا. فاحنا ازاي في هذه الايام الفضيله يعني نحاول نقف معاهم، ندعي لهم، نهون عليهم؟ واجبنا تجاههم ايه في الايام دي بالذات يا عم شيخ؟
في هذه الأيام يا أختي ندى في عدة واجبات. عدة واجبات لا ينفك المسلم أو المسلمة عنها. أول واجب ولا لا ينفك، لا يجوز. أول واجب الدعاء. الدعاء لهم، سواء في غزة، سواء في السودان، سواء في تركستان الشرقية، سواء في كشمير، سواء في البلاد المنكوبة اللي فيها اضطهاد للمسلمين. لابد من الدعاء لهم وبالاسم. الدعاء لأهل غزة بالاسم، الدعاء لأهل السودان بالاسم، الدعاء لتركستان الشرقية بالاسم، الدعاء لكشمير. كل ما تري أن فيها مسلمين مضطهدين واجب عليك الدعاء. لا ينفك عن مسلم أو مسلمة. الأمر الثاني، تقدري تستطيعي تصل إليهم بمعونات. الصدقات تذهب إلى هذه البلاد عن طريق الجمعيات، عن طريق المؤسسات، وعندهم طرق لإيصال هذا الأمر يعني. فلا بد أن تدخري أموالك للمساعدة في هذا الأمر والمساهمة، ليس من باب الفضل، لا ده من باب الواجب. انك تقف مع مع اخوانك المسلمين، لان هم لو حصل عندك انت نفس المأساة وجب عليهم ان فعلا يفعلوا ذلك. فكذلك وجب علينا ان نفعل ذلك. الامر الثالث، ان احنا لابد ان احنا لهؤلاء ان نحرض المؤمنين. ربنا بيقول النبي صلى الله عليه وسلم على الجهاد ايه؟ وحرض المؤمنين. لابد ان نحرض المؤمنين على الوقوف بجانب اخوانهم، عن طريق السوشيال ميديا، عن طريق جمع التبرعات، عن طريق الدعاء الجماعي، عن طريق الحث بنصرتهم في كل مكان. تمام. كل ده واجب. لذلك نقول لا، واجبنا نحن واخواننا لا ينفك، والا سنؤاخذ عن ذلك يوم القيامه، أكيد. ونحاسب عن ذلك يوم القيامه. فالبدار لعل الله عز وجل يستجيب دعوه احدنا فيرفع عنهم هذا البلاء. اللهم امين يا رب العالمين. بشكر حضرتك في النهايه فضيله الشيخ ايمن خميس الداعي الاسلامي ورئيس جمعيه امه على وجود حضرتك معانا. شكرا جزيلا. تقبل الله منا ومنكم صالح الاعمال. ولكل مشاهدين ومتابعين قناه فليفرحوا، تقبل الله منا ومنكم صالح الطاعات والعبادات، وبلغنا واياكم ليله القدر. هذه الايام ايام فضيله، وهذه الليالي ليالي عظيمه. ما تخلوش اي حاجه تشغلكم عنها. احنا كل شغلنا الشاغل الان ان الله سبحانه وتعالى يدركنا ليلة القدر ويجعلنا من عتقاء هذا الشهر الكريم والمغفور لهم، ويجعلنا من أهل الفردوس الأعلى يا رب العالمين. انتهت حلقتنا اليوم، إلى أن نلقاكم نترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.